بس في خبر حلو كده مش كل الناس بتتكلم عليه ومش كل الناس عارفاه، ان بقى في نظام جديد اللي هم ال 48 منتخب. يعني في 8 منتخبات افضل توالت هيصعدوا للدور الثاني. يعني لو خسرنا مباراه فانت لسه عندك فرصه انك تعدي. يعني مش زي زمان لو خسرنا خلاص نتروح على بيوتنا لا ممكن نصعد كمان الدور الثاني. نيجي بقى للسؤال اللي محدش يقدر يجاوب عليه دلوقتي خالص، هل 2026 هتدينا الامل ان احنا نكسب ماتش في كاس العالم او نتاهل للدور الثاني او اللي بعده؟ انا من رايي هيحصل، لان انا من المتفائلين. طيب حد يسالني يقول لي انت متفائل ليه يا عم كريم؟ يعني ايه اللي مخليك متفائل كده؟ اول حاجه حسام حسن عنده فكر وعنده خبره ويقدر يشكل المنتخب زي ما انت عايز. تاني حاجه بقى ان صلاح جعان كوره دلوقتي، هو قاعد بقى له فتره في ليفربول ما بيلعبش وهو جعان كوره ومؤهل نفسيا ان هو يلعب ويجيب اجوان ويكسر الدنيا. تالت حاجه ان الجيل ده موهوب فعلا، وانا حاسس ان الجيل ده ممكن يعمل حاجه كبيره جدا. هو احنا مش نكسب كاس العالم بس ممكن نوصل لحاجه كبيره جدا. رابع حاجه ودي الاهم، التحضير ممتاز جدا واللعيبه متحضره جامد جدا وبتلعب فرقه قويه بتاهلها ان هي داخله على مشوار كبير، يعني داخله على هي عارفه هي داخله تلعب ايه. زي ما قلت لكم انا مش بقول لكم ان احنا نكسب كاس العالم، خليكم واقعيين يعني ما تافوروش، بس بقول لكم ان اول فوز في تاريخ منتخب مصر في كاس العالم ممكن يحصل، وده انجاز لو حصل انا حاسس ان احنا نفتخر بيه لمده 100 سنه قدام.